اتأخرت عليك كتير بس رجعنا وبقوة. مستعد لجولة النهاردة؟ يلا بينا. بس قبل ما نبدأ الفيلم دوس سبسكرايب وفعل زر الجرس وركز في البداية عشان تستمتع بالنهائي. بيبدأ الفيلم بنصرت وهي بتجري من شخص في الغابة، وأثناء المطاردة بيقع منها موبايلها. بتستخبى من الشخص ده وبيبان قد ايه هي مرعوبة، لكن مرة واحدة بتتفاجئ بيه في وشها. تعالى بقى نرجع بالزمن شوية ل 2017. بتكون ميرا في فرح صاحبتها اللي بتقابل فيه شيكار اللي بيقع في حبها من أول نظرة. بيتسنكحوا شوية وبيقرروا يتجوزوا ويعيشوا حياة سعيدة. في يوم بتكون ميرا بتشتري حاجات وهي مروحة بيتها، بتلاحظ ان في عربية ماشية وراها وبتراقبها. بتتوتر جدا وبتجري على بيتها وهي مرعوبة. بتوصل وبتشرب بق مية وتحاول تهدي نفسها، لكن بتسمع صوت تكسير ازاز. بتروح تشوف مصدر الصوت عشان تلاقي فيه طوبة كسرة باب بيتها ومعاها رسالة ان الاحسن لها تسيب القضية لإما تستحمل اللي هتقابله. شيكار لما بيعرف باللي حصل بيحاول يقنعها تسيب القضية دي لان في خطر على حياتها، وانه مقدر انها محامية شاطرة لكن في خطورة عليها، وكمان في احتمالية انها تكون حامل. لكن ميرا بتصر انها تكمل القضية. وتاني يوم بتروح المحكمة وبتترافع عن المتهم بتاعها وبتجيب له براءة، وبتتسبب ان جيمي باغا ياخد مؤبد بسبب قتله العامل عنده وتجارته في المخدرات. بعد ما بتخلص الجلسة شيكار بيكون مستنيها بره، بيديها نتيجة التحليل وفعلا بتكون حامل وبتعيط من الفرحة. بعد 6 شهور بتكون بطنها بقللت طبعا، وهي في العربية مع شيكار بتقول انها مش هتنزل الشغل بعد ما تولد خلاص، هي هتوفر كل دقيقة عشان تقضيها مع ابنها. لكن مرة واحدة بتخبطها نفس العربية اللي كانت بتراقبها قبل الجلسة. بسبب الحادثة ميرا حياتها بتتغير كليا، بتفقد الطفل وده بيدخلها في حالة نفسية سيئة جدا، وبسبب الصدمة بيحصل لها فقدان ذاكرة تقدمي، يعني كل اللي بعد الحادثة بتنساه على طول وما بتقدرش تحتفظ بيه في ذاكرتها، وحتى لو افتكرت منه حاجة ما بتفتكرهاش كاملة. وبتتعالج نفسيا عشان تحاول تتعافى من الصدمة، لكن للأسف بتتحول لمدمنة كحول، وأي نوع منكر بيجي قدامها بتزيحه، وده بيوتر علاقتها بشيكار لدرجة انها بتصحى في يوم تلاقي شيكار متعور في بقه، ولما بتسأله بيقول لها انه حاول يمنعها تشرب منكر لكن هي ناولته بفتحة الازاز في وشه. وفي حفلة لشغله لطشت مديرته بالقلم وشتمتها، وبقت طول الوقت سكرانة وضايعة، وتحولت من محامية شاطرة وليها مكانة لمدمنة منكر، لحد ما شيكار زهق من العلاقة التوكسيك المعفنة دي وقرر ينفصل عنها، وجاب لها ورقة طلاق لحد عندها وتحايل عليها عشان تمضيه. لكن عشان هي طبعا مش في وعيها رزعته بعصاية الهوكي، لكن الحمد لله جت في المراية. وفعلا بينفصل عنها وبيتجوز انجالي، لكن ميرا ما بتكونش قادرة تتخطاه ولا تتعافى من اللي حصل. بتفضل تطارده في كل مكان وهو مع مراته الجديدة وتضايقها وتفشش له ازاز عربيته اللي فرحان بيها دي، وبتتدهور حالتها النفسية اكتر واكتر، وبتغرق اكتر في بحر المنكر. لكن في وسط كل ده كانت بتركب القطر كل يوم لبيتها وتقعد على نفس الكرسي عشان تشوف بيتها اللي كانت عايشة فيه مع شيكار، ودلوقتي هو عايش فيه مع انجالي، لعل وعسى ده يخليها تفتكر اي حاجة من الماضي. وكمان بتشوف نصرت اللي بتعتبرها شخصيتها المفضلة مع انها ما تعرفش حتى اسمها، مجرد واحدة بتشوفها من القطر كل يوم، لكن شايفة حياتها مثالية مع جوزها، طول الوقت بتضحك ومبسوطة وسعيدة. هي ميرا ما تعرفش ان محدش بيبقى بخيبته ولا ايه، وبتتمنى في يوم من الايام تعيش حياة مثالية زيها مع واحد مثالي زي جوز نصرت. وقبل اسبوع من اختفاء نصرت ميرا بتقدم على وظيفة، وبينبهر صاحب الشركة بالسي بتاعها، لكن للاسف مش بتتقبل بسبب انها بقالها سنة مش بتمسك قضايا. طبعا بتنزل من الشركة ترفع لها ازاز عشان تنسى اللي حصل، وبتركب القطر عشان تروح بيتها. كالعادة بتشوف نصرت من القطر وبتبدأ تكلم نفسها انها عندها كل حاجة انا بحلم بيها. ازاي شخص ممكن يكون سعيد كده في حياته؟ اعوذ بالله من عينيك يا ميرا، ده انتي بومة. بتبص لموبايلها بحزن، بعد كده بتتصل بشيكار مراته، بتشوف موبايله وبتنكد عليه عيشته. بيقول لها خلاص اوعدك انا هكلمها هزقها، لكن مش عاوزين ده ينكد علينا، ده النهارده عيد ميلادك. بنروح ليوم اختفاء نصرت. ميرا بتكون راكبه القطر زي عادتها وبتشوف نصرت من القطر زي كل يوم، لكن بتلاحظ ان هي متغيره وحزينه. من عينك يا حبيبتي اللي رشقاها في حياتها. وبعد كده بتلاحظ شخص معاها غير جوزها بيقرب منها ويحضنها. ميرا بتتجنن وبتفكر ان نصرت بتخون جوزها وان هي كده بتدمر حياتها السعيده. بتنهار ميرا من اللي شافته لان نصرت بالنسبه لها شخصيه كامله وحياتها مثاليه. بتقابل صاحبتها وبتفكر معاها ليه نصرت بتخون جوزها، وبتقول لها انا كنت رسمه لها صوره مثاليه في خيالي. هي بتدمر الصوره دي وبتعمل غلط كبير، بتعمل زي شيكار مخني مع انجالي. بتدخل حمام المكان اللي هم فيه وبتكون في حاله غضب وجواها حقد وغل من نصرت وكانها بتخونها هي.
هي، وكمان غل من شيكار اللي خانها. بتطلع موبايلها عشان تسجل فيديو تشتم فيه شيكار، لكن صاحبتها بتشد منها الموبايل وبتحاول تهديها. بتفضل في حالة غضب وبتقول لها لو بايدي كنت رحت جبتها من شعرها ولبست وشها في الترابيزه وفضلت اخبطه في الترابيزه لحد ما تموت. كل ده وهي بتتخيل اللي عاوزه تعمله والموبايل زي ما هو مفتوح وبيصور. صاحبتها بتقول لها ما تعمليش حاجه غبيه من فضلك، انتي سكرانه روحي نامي، وبتسيبها تروح. ميرا بتركب القطر وهي سكرانه طينه وبتفضل تفكر في نصرت لكن مش بتروح. بتطلع على بيت نصرت، بتفضل ترن الجرس لكن محدش بيفتح، وقبل ما تمشي بتلمح نصرت ماشيه ناحيه الغابه، فبتمشي وراها وهي بتتطوح وبتنده عليها. نصرت بتقلق منها وتجري. بيكون في واحد في الغابه بيراقب نصرت، بيشوف ميرا وميرا كمان بتشوفه، لكن هي اصلا مش في وعيها وكل تركيزها توصل لنصرت، فبتجري وراها وتناولها في وشها. بعد كده بتظهر في محطه القطر وهي متشحوره ومنكوشه وطبعا مش فاكره حاجه. بعد يومين بيجي بلاغ للشرطه ان في ممرضه في مستشفى المدينه اسمها نصرت مفقوده بقالها يومين، وفورا بتبدا الشرطيه كور في التحقيق مع زمايلها في المستشفى. وزميلتها بتقول انها عزمتها على حفله مع اصحابها في درس الرقص اللي كانت بتروحه، ورغم انهم راحوا سوا لكن في نفس الحفله ما شافتش نصرت. وبتعرف منها ان اللي كان منظم الحفله هو رجيف مدرب الرقص بتاع نصرت. بتروح لكور عشان تستجوب، ولما بتساله عن نصرت بيقول لها انهم كانوا في علاقه لمده 3 شهور قبل جوازها. فبتساله عن اخر مره شافها وهل هي حضرت حفلته ولا لا. قال لها معرفش، الحفله كان فيها 1000 شخص وكلهم لابسين اقنعه، يعني حتى لو موجوده مش هعرف. وبتعرف من زمايلها في درس الرقص انها كانت بتروح لدكتور نفسي اسمه حميد، فبتروح تستجوبه هو كمان. وبيطلع الدكتور هو نفس الشخص اللي ميرا شافته مع نصرت. ولما كور بتساله عن نصرت بيقول لها انها كانت حاسه بوحده شديده قوي. قالت له كانت ايه يا دكتور؟ دي يا دوب مفقوده خليتها كانت. قال لها انت هتلبسيني بلوه ولا ايه؟ انا مش قصدي حاجه. بتساله عن اخر جلسه ليها وبتعرف انها قبل اختفائها بيوم، وبتحاول تعرف لو كان عندها مشاكل مع حد او عداوه. قال لها انه من اسبوع لما راح يقابلها بعد درس الرقص كانت بتتكلم مع واحد وبيطلب منها فلوس لا اما هيفضحها قدام جوزها، وبيطلع ده نفس الشخص اللي ميرا شافته بيراقب نصرت في الغابه. ولما سالها عنه قالت له ده معرفه قديمه. فبتساله لو كانت نصرت حكت له على علاقتها برجيف. قال لها نصرت عمرها ما كانت على علاقه مع الصايع ده، هو اللي كان بيتلزق فيها وبيحاول يتقرب لها وهي ما كانتش معبراه اصلا. كور بتشكره وتمشي. المساعد بتاعها بيجيب لها تسجيل جلسات نصرت مع دكتور حميد. في التسجيلات بتحكي نصرت انها نفسها تغير الحاضر بتاعها، وتبدا تحكي عن انند جوزها انه متسلط وبيحاول يسيطر عليها وعاوزها ليه لوحده. ده غير انه اتخانق معاها عشان اتصل بيها في المستشفى وما كانتش موجوده، لكن هو اكيد كان عاوز فلوس عشان المخدرات اللي بيدفعها. كور لما بتسمع الكلام ده بتروح لانند عشان تستجوبه، بتلاقيه بيعمل شوبينج. قالت له هلا هلا المدام مختفيه وانت بتعمل شوبينج، ايه الحلاوه دي؟ نصرت فين؟ قال لها وانا ايش عرفني؟ قالت له امال مين اللي يعرف؟ في قضيه زي دي بيكون المتهم الرئيسي هو الزوج. انند بيفضل يلاوعها شويه لكن في الاخر بيقول لها ان كان في بينهم مشاكل وكانوا هينفصلوا لانه كان شاكك انها بتخونه. فبترجع مكتبها وبيدخل عليها المساعد بتاعها بيوريها فيديو جابوا واحد من اللي كانوا حاضرين الحفله، وظاهر في الفيديو ان رجيف بيزق نصرت عشان تدخل بدروم المكان اللي هم فيه. ولما فتشوا المكان لقوا مرايه مكسوره ودم وقناع نصرت اللي كانت لابساه. بتتحرك كور على مكان رجيف ومعاها قوه. واحد صاحبه بيشوف الشرطه ويروح يبلغه عشان يهرب من المكان بسرعه. بتفضل الشرطه تطارده لحد ما بيقع في ايد كور، بتسكعه قلم مخبرين وتاخده على الاسم عشان تستجوبه تاني بعد ظهور الفيديو. لكن هو بيقول لها اتصلي بكمال وهي هتقولك الحقيقه كامله. بتوصل كمال ومعاها توني حبيبها والولد اللي صور الفيديو، وبيطلع ان رجيف الصايع حاول يتلزق في كمال، فتوني مسكه رنه علقه معتبره وده سبب كسر المرايه. وكمال بتعترف ان نصرت مشيت من الحفله بدري جدا وكانت مستعجله. طبعا الكلام ده بيحير كور اكتر. وتاني يوم الصبح الشرطه بتلاقي جثه نصرت في غابه جرينتش، وبيعرض المساعد على كور فيديو من كاميرا المراقبه اللي قدام بيت نصرت لميرا وهي بتخبط على الباب وباين عليها سكرانه وكلها غل. وبيقول لها انه انند قال انه ما يعرفهاش ولا عمره شافها. وكمان قريب من الجثه لقوا البطاقه الشخصيه بتاعت ميرا وكمان عينات دم غير منطبقه على نصرت. ده غير انها ساكنه بعد نصرت بكتير، لكن نزلت محطه جرينتش الساعه 6 وكانت قدام بيت نصرت الساعه 6:30 ووصلت بيتها الساعه 11، يعني تقريبا من 6 ل 11 كانت في جرينتش. فبتطلب من فريقها يجيبوا لها تفريغ الكاميرات لل5 ساعات دول. ميرا في الوقت ده بتكون مش دريانه بحاجه لانها شاربه كتير وبقالها يومين نايمه. ولما بتفوق بتلاقي رساله من رقم بيقول لها ان نصرت اتقتلت وهو شافها في الغابه. فبتفتكر الشخص اللي لمحته وهي بتجري ورا نصرت، وبتفتكر الفيديو اللي اتصور وهي بتقول انها عاوزه تقتل نصرت. بتدور في موبايلها وفعلا بتلاقيه، وده بيوترها اكتر وبتحاول تفتكر اي حاجه لانها اذت شيكار زمان وقلقانه
قلقانه جدا تكون اذت نصرت كمان. فبتروح جلسه جماعيه للعلاج النفسي على امل تفتكر حاجه، ولما بتخلص بتقابل صاحبتها، لكن كور بتقطع كلامهم. بتوري لميرا صوره نصرت وتسالها لو كانت تعرفها لانها اتقتلت في غابه جرينتش، لكن ميرا بتنكر معرفتها بنصرت وبتقول لها انا كنت في الشغل في اليوم ده ورحت جرينتش عشان اقابل شيكار، لكن تعبت شويه وروحت. كور بتواجهها بالفيديو وهي قدام بيت نصرت، فبتقول لها انا مش فاكره، يمكن غلطت في العنوان ولا حاجه. قالت لها وبطاقتك اللي لقيناها بعد الجثه ب10 متر؟ قالت لها انا بطاقتي ضايعه من اسبوع. كور بتقول لها بصي احنا لسه ما خلصناش تحريات ومفيش دليل قوي دلوقتي لاعتقالك، فادعي ربنا ان احنا ما نلاقيش. ميرا بتروح للدكتور بتاعها لانها مش فاكره حاجه وخايفه جدا تكون اذتها. الدكتور بيقول لها ان الكحول بيخلي ذاكرتها اسوأ وانها لازم تفتكر اللي حصل عشان ما يحصلهاش مشاكل كتير. وبعد كده بتطلع على الديسكو وهناك بتقابل انند، فبيوريها صوره دكتور حميد، بتقول له ايوه هو ده اللي كان معاها، وبتعرف منه انه كان مخلي واحد يراقب نصرت لانه كان شاكك فيها. في الوقت ده كور بتكون قاعده مع الدكتور بتاع ميرا بيشرح لها حالتها بالتفصيل، ولما بتساله لو كانت ميرا عنيفه ولا لا قال لها معرفش. بتقول له ماشي يا دكتوره، خد بقى امضي ان ميرا ما جابتلكش سيره نصرت قبل كده، ولا سمح الله لو طلع غير كده مش هتبقى بس شريك في الجريمه، انت كمان هتبقى شاهد زور. فالدكتوره بيجيب ورا وبيقول لها ميرا جات لي بعد يومين من الحادثه وقالت لي انها مشيت ورا نصرت للغابه وبعد كده اغمى عليها ومش فاكره، لكن ميرا يستحيل تاذي حد. فبيدخل المساعد يوريها فيديو ميرا وهي واقفه متشحوره في المحطه ومستنيه القطر وعلى وشها دم. فالدكتور بيقول لها طب ميرا هتقتل نصرت ليه؟ ده اصلا مش منطقي. بتكون ميرا بتتفرج على الفيديو وهي بتقول انها عاوزه تقتل نصرت وبتكون منهاره من العياط، فبتبعت رساله للشخص اللي بعت لها انه شافها في الغابه تساله انت مين. بيتصل بيها وبيقول لها ان اسمه والتر وانه عارف ايه اللي حصل في الغابه في اليوم اياه، لكن كل حاجه وليها ثمنها. قالت له قول لي انت عاوز كام بس عرفني حصل ايه. قال لها هبلغك بميعاد التسليم وعرفك كل حاجه بس من غير ما الشرطه تعرف، وبيقفل. بعد كده بتوصل كور لبيت ميرا وبتقول لها ان نصرت اتقتلت بين الساعه 9 و10 وهي كانت في محطه هيرود جنب الغابه الساعه 10:30، ده غير بطاقتها اللي لقوها بعد الجثه ب10 متر وزيارتها لبيت نصرت في نفس اليوم. ميرا بتقول لها والله كل الادله دي حلوه وبسمسم لكن مش هتتقبل في المحكمه لان مفيش دافع ان انا اقتل نصرت لاني معرفهاش اصلا، وكمان انا عندي فقدان ذاكره تقدمي. كور بتقول لها الدكتور قال انك قلتي له انك خايفه تكوني اذيتي نصرت، فتخيلي بقى ايه رد فعل المحكمه على شهاده دكتورك. ميرا بتتوتر جدا وبتفكر شويه، بعد كده بتقول لها انا في اليوم ده الصبح شفت نصرت ودكتور حميد مع بعض، لكن كور قالت لها ده كلام اهبل تضحكي بيه على انند جوزها. بيقطعهم اتصال بيجي الكور من التحليل الجنائي وبيطلع ان نصرت كانت حامل لما اتقتلت، فبتقول لميرا تيجي معاها القسم حالا. ميرا بتطلب منها تاخد العلاج بتاعها بس بتدخل الحمام وتخلع من الشباك، لكن بيقع منها موبايلها وبتلاقيه كور. ميرا بتروح للولد اللي طلعته براءة في اول الفيلم وبتطلب منه موبايل وفلوس ومسدس وبيوافق يساعدها. بتطلع على حميد تهدده بالمسدس عشان تعرف الحقيقة منه وهل كان يعرف ان نصرت حامل ولا لا وانها شافتهم سوا في اليوم ده. فبيعترف لها انها نصرت طلبت تقابله وقالت له انها حامل وعاوزة تحتفظ بالطفل، لكن خايفة جدا لان انند مش هو ابو الطفل، وحاول يعرف منها هو مين لكن رفضت وقالت له انها على بالليل هتكون حلت المشكلة دي، لكن للاسف اتقتلت بالليل. ميرا بتروح الفندق وبتحاول تفتكر اي حاجة حصلت في اليوم ده لحد ما بتفتكر انه هي في القطر مروحة لما كانت مدهولة على نفسها شافت نصرت في الغابة بتجري وفي حد بيجري وراها. وتاني يوم بتروح الغابة على امل تفتكر اي حاجة لكن مش بتفتكر غير نفس المشهد بس، وبتلاقي واحد واقف الناحية التانية من الغابة. بتروح تسأله لو شاف نصرت قبل كده بيقول لها لا، فبتسأله لو كان شافها هي شخصيا قبل كده قال لها برضه لا، وبيطلع موبايله يلعب فيه وهي بتمشي. بتبقى كور خلت حد من فريقها يفتح موبايل ميرا وبيبلغها ان في اليوم اللي راحوا يقبضوا على ميرا في حد كلمها وبعد كده بعت لها رسالة انه عاوز فلوس مقابل الادلة، فبتطلب منه يتتبع الرقم ويجيب بياناته بسرعة. بتروح ميرا تركب القطر لكن بتلاقي اشتراك القطر بتاعها مش شغال، فبتروح عشان تعرف فين المشكلة والموظف بيقول لها الرصيد بتاعك خلصان لان اخر رحلة ليها كانت يوم 31 الساعة 8:30 من محطة هيرود. ميرا بتعرف ان في حاجة غلط لان كور قالت لها انها كانت في المحطة الساعة 10:30، فبتروح على الكنيسة عشان تصلي وتحضر اليوم اللي عاملينه عشان نصرت، وبيكونوا حاطين صور ليها كتير قوي. بتقف تشوفهم وبتلاحظ في صورة منهم جراب موبايلها وهو نفس الجراب بتاع الموبايل اللي كان ماسكه الولد اللي قابلته عند الغابة وقال انه ما يعرفش نصرت. بتروح له تقول له وريني موبايلك، ولما بيطلعه بتقول له انت سارق الموبايل ضياض، تجيبه هو والشريحة بالادب ولا اتصل بالشرطة، فبيديهولها بالادب. وهي طالعة من محطة القطر بتقابل مديرة شيكار في الشغل اللي شتمتها قبل كده، والغريبة انها بتسلم عليها عادي جدا وبتسألها هي فين بقالها فترة. ميرا بتقول لها بعد اللي حصل في الحفلة كنت عاوزة اكلمك اعتذر لك بس شيكار قال لي بلاش، وبتتأسف لها
جدا عن اللي عملته. قالت لها انت بتعتذري على ايه؟ انت كويسه؟ ما حصلش اي حاجه من دي اصلا. ميرا بتقول لها بس شيكار قال لي ان انا كسرت ازايز وكوبايات وسببت له احراج وبسبب كده انتوا طردتوه من الشغل. قالت لها ايه الهبل ده؟ انت كنتي دايخه وتعبانه وانا دخلتك المكتب ترتاحي شويه وبعد كده مشيتوا سوا وانا شفت شيكار بيزعق لك وانتوا بره. قالت لها امال انتوا طردتوه ليه؟ قالت لها طردته عشان متحرش، كان بيتحرش بموظفه واحمدي ربنا انك سبتيه، ده ربنا نجدها نوسه. بعد كده بتروح لدكتوره النساء بتاعتها اللي بتقول لها انها ما عندهاش اي موانع للحمل بعد الحادثه، وانها قالت لشيكار ان مفيش مضاعفات هتحصل لو حملت، لكن هو اللي قال انك مش عاوزه تخلفي تاني. وبتفتكر لما قال لها ان الدكتوره بتاعتها قالت انها مش هينفع تخلف دلوقتي لان ممكن يحصل مضاعفات بسبب الحادثه. ميرا بتكون مصدومه ومشتته وبتحاول تعصر دماغها لحد ما بنكتشف ان شيكار كان هو اللي بيجبرها تشرب منكر بالعافيه، وهي ما عورتوش ولا حاجه، هو اللي عور نفسه واتبلى عليها، وهو اللي اجبرها تمضي اوراق الطلاق وحاول يضربها بعصايه الهوكي، وهو اللي كسر المرايه مش هي. يعني شيكار طلع هو اللي توكسيك واحنا ظلمنا ميرا. ميرا بتكون تايهه ومصدومه بعد ما اكتشفت الحقيقه وبتحاول تبطل المنكر تدريجي عشان تقدر تفتكر اكتر واكتر. بتفتح موبايل نصرت وبتقلب في الواتساب وبتلاقي مفاجاه. نصرت كانت على علاقه بشيكار جوزها وكانت بتخون انند معاه، يعني هو ابو الطفل. بتنهار ميرا من اللي شافته وبتتجنن. بتبعت رساله لوالتر تقول له انها عاوزه تعرف اللي حصل يوم 31 ولازم يتقابلوا. بعد كده بترشي المسؤول عن الكاميرات في محطه هاي رود وبتاخد منه اللقطات انها كانت في المحطه الساعه 8:30 مش 10:30 زي ما كور قالت لها، وبتساله لو كان حد خد الفيديو ده. قال لها من انا؟ لا، بس ممكن يكون من زميلي. فبتديله فلوس تاني عشان يعرف اذا كان حد دخل الاوضه دي وخد اللقطات ولا لا. وبتروح تقابل والتر، لكن وهو بيعدي الشارع بتيجي العربيه السوداء اللي عارفينها تنشه، وقبل ما يودع بيقول لميرا كلمه واحده: بيتي. فبتاخد موبايله وتخلع. بتتصل بانند من موبايل والتر تقول له انه اتقتل وهي عاوزه عنوانه، لا اما هتقول للشرطه انه كان مخلي واحد يراقب نصرت. بيبعت لها العنوان، فبتبعت رساله على رقمها ان الادله موجوده في بيتي، روحي هناك. وبتتحرك على بيت والتر. لما بتوصل بتلاقي صور كتير قوي نصرت مع شيكار، ومن ضمنهم صوره ليها وهي في الغابه. وبتبدا تفتكر لما جريت ورا نصرت وحاولت تضربها، لكن نصرت زقتها ووقعت على الارض. ولما قامت شافت نصرت مع شيكار وكانت بتشاور له على ميرا، فشيكار راح لها وضربها وقال لها انت ايه اللي جايبك هنا؟ انا مش قلت لك ان انا مش عايزه اشوف وشك؟ وبيخبطها في الشجره وبيقول لها انا مهما عملت فيكي هتنسيه الصبح. وبيطلع هو اللي شحور وشها من الضرب كده لحد ما اغمى عليها. بتتصل من موبايل نصرت بشيكار، لكن الموبايل بيرن باسم ميرا. بترد مراته تقول لها انت عاوزه ايه وبتتصلي هنا ليه؟ وبتقول لشيكار خد كلم المجنونه دي. بيتوتر جدا وبياخد الموبايل. ميرا بتقول له يعني انت مسجل رقم نصرت باسمي عشان السنيوره ما تشكش فيه. انا عرفت كل حاجه والتحليل هيثبت ان نصرت كانت حامل منك. معاك 30 دقيقه تيجي تقابلني، لا اما ما تلومش الا نفسك. بيروح يقابلها واول ما بيدخل بيلاقي صور ليه مع نصرت في الغابه. ميرا بتقول له بص للصور كويس. قال لها في موبايل نصرت. بتهدده بالمسدس وتقول له بس يلا. ميرا اللي ذاكرتها كانت زي دوري ماتت خلاص. انا فاكره كل حاجه، فاكره كل الحاجات اللي انت عملتها وبعد كده سرحت بيا وقلت ان انا اللي عملتها. انا شفتك في الغابه يوم 31 انت اللي قتلت نصرت. شوف البجاحه بقى. بيقول لها وانا هقتلها ليه؟ قالت له لا انت تصحصح معايا كده وتحكي لي، لا اما البوليس لما يدور عليك مش هيلاقي لك جثه. بيبدا يحكي لها انه كان في علاقه مع نصرت وبيتقابلوا دايما في الغابه والدنيا زبادي في الخلاط، لكن في اليوم ده انت كنتي وراها وكان لازم اتعامل معاكي. وبعد كده نصرت فاجئتني انها حامل وعاوزه تحتفظ بالطفل وتتطلق من انند، لكن انا مش عاوز عيال وخصوصا منها. فضلت تبرطم بقى انها تفضحني وتقولي ان انا استغلتها وكلام اهبل كده. فمسكتها وفضلت اخنقها لحد ما ماتت. ميرا بتتوتر جدا وبتخاف منه. بيقول لها ما تخافيش انا مش هقتلك، ده انا جايب لك حاجه بتحبيها. وبيطلع ازازه منكر ويقول لها احنا نشرب كاسين بقى يا توكسيك يا بجح. ميرا بتقول له اظبط ياض وبتمسك ازازه المنكر وبتقول له انا الحب عماني عن حقيقتك المنتنه دي، بس معلش عاوز تليفون نصرت اهو. وبتطلع التليفون تحطه على الترابيزه. بيقول لها يا حبيبتي يا ميرا. بتقوم رازعاه بظهر المسدس وبتروح تاخد الصور بتاعتها من هناك عشان تمشي، لكن بتفتكر حاجه، مين اللي قتل والتر؟ وبتفتكر العربيه السوداء اياها. وبتعمل سيرش عن رقم العربيه عشان تكتشف ان صاحبها هو جيمي باغا اللي جابت له مؤبد. وبتعمل سيرش عنه عشان تعرف انه انتحر في السجن بسبب اتهامه بالقتل وتهريب المخدرات. فبتدخل على صفحته على الفيسبوك عشان تشوف صوره. وقبل ما الصوره تحمل بيوصل لها فيديو ان المحققه كور هي اللي خدت الفيديو بتاعها وهي في محطه هاي رود. الصوره بتحمل وبتلاقي كور متصوره مع جيمي باغا، وبتطلع اللي خبطتها بالعربيه ساعه الحادثه هي كور. وبتلاحظ في وسط الصور صوره لكور في الغابه لانها فعلا كانت في الغابه يوم الجريمه. مره واحده بتسمع صوت كور وهي بتقول لها اعتقد انك عارفه الحقيقه دلوقتي لكن ملوش لازمه، فات الوقت. ميرا بتقول لها كنتي بتحاولي تلفقي لي التهمه كل ده، طب
ليه؟ قالت لها تفتكري ليه؟ بتبص على صورتها وبعد كده بتقول لها جيمي باغا ابوكي. قالت لها وبسببك انتي انتحر في السجن. قالت لها ابوكي مجرم، المحكمه ادانته. كور قالت لها انا عارفه ابويا كويس، لا يمكن يعمل حاجه زي دي، واعتقادي ده مش هيغيروا حكم او قانون. ميرا بتقول لها انا خسرت طفلي بسببك. قالت لها تستاهلي اكتر من كده، انا كنت براقبك لما شفتك في المحطه، واليوم ده مشيت وراكي للغابه وشفت شيكار ونصرت وهما بيتخانقوا، ولما نصرت وقعت في الارض شيكار خاف وهرب، وانت كان مغمى عليكي. شيكار ما قتلش نصرت ولا حاجه، دي كان مغمى عليها. ولما شفتك مرميه في الارض كنت عاوزه اخنقك بس ما حالفنيش الحظ، لان نصرت فاقت وشافتني، عشان كده كان لازم اخلص عليها، وانت لما فوقتي مشيتي. ميرا بتقول لها يعني انت اللي غيرتي الوقت في لقطات الكاميرا، واللي شفته بيطارد نصرت من القطر كان انت؟ قالت لها ما كانش فيه احلى من كده فرصه عشان تقعي. ميرا ردت عليها بسخريه غلبانه، انا استنتجت ان موبايلي مع قاتل والتر، لان عرف ان احنا هنتقابل، عشان كده بعت رساله من تليفون والتر لتليفوني، وزي ما انت شايفه انت هنا، فاسمحي لي بقى انا اللي استدركتك لهنا. كور بتضرب عليها نار لكن ميرا بتتفادى الطلق وبتحاول تاخد منها السلاح لحد ما بتطلع طلقه تيجي في كور. بعد كده بتحط المسدس في ايد شيكار وبيتقبض عليه، وبتتعافى ميرا من كل اللي حصل وبتروح تزور قبر نصرت، وكمان بتتعافى من المنكر وتبدا حياه جديده. وفي النهايه لو عجبك الفيلم دوس لايك وما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل زر الجرس عشان توصلك الملخصات الجديده، ولو في فيلم معين عاوزنا نلخصه ما تنساش تكتبه لنا تحت في الكومنت.